السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم في برنامجنا الظروف ما أقوى مننا. نعم، الظروف ما أقوى مننا. مسألة المخدرات وانتشارها بكثرة بين الشباب السودانيون، دي مسألة خطرة جدا. مستقبل أي دولة يكون بأيدي الشباب، والشباب إذا تدمر مستقبل الدولة. فنسأل الله السلامة ونسأل الله العون، ونسأل الجهات المختصة في مكافحة المخدرات أن تكثر من الجهد للخلاص من هذا المرض الخطير الذي أصبح منتشر بين الشباب. ومن هنا بننوه إحنا لكل المستمعين، بنقول لكم لا للمخدرات، لا للشلاليات المجهولة الغير معروفة، لا للاندفاع، لا للقرارات السريعة، سواء كانت في الصداقات أو كانت في ردة الأفعال، أو كانت في الوسيلة المناسبة للخروج من المشكلة. فنسأل الجميع إنه ينتبه يا جماعة، ينتبهوا لنفسكم. نحن أصبحنا مستهدفين استهداف مباشر. نعم، ده الحاصل. وكل يوم تجاني الماحي مليانة يقول لك الظروف، إحنا الظروف ما أقوى مننا. فالسبب هي ظهرت مخدرات ثقافتها حتى بالنسبة للشباب غير مفهومة، زي الآيزو وزي المخدرات المركبة كيميائيا، تختلف كل الاختلاف عن العرقية وعن المريسة وعن البنجو. نعم، فهذيك أكثر خطورة وعندها ثقافة معينة، والمدمن يتعاطى من دون فكرة سابقة عن الطريقة بتاعت التعاطي، فيحصل خلل، ويحصل أحيانا شط كامل في الذاكرة، وأحيانا فقد للوعي، وأحيانا نوع من التشنجات، ونوع أيضا من الهرولة والهلوسة، وأحيانا يصبح المتعاطي عنيف جدا بالنسبة للطريقة الخاطئة في حد ذاتها في تعامله مع المخدر اللي بيتعاطاه. نسأل الله السلامة والعافية لجميع شباب الشعب السوداني، وبقول لكم الظروف ما أقوى مننا. نعم، الظروف ما أقوى مننا.